الأستاذ أيمن عبد الجليل وأخوه الفنان عمرو عبد الجليل عملوا برنامج اسمه توأم رمضان. الأستاذ أيمن خريج كلية الزراعة، خرج في برنامج في رمضان وقعد بيتكلم في أمور تخص الدين. امبارح كان عيد الأم، والحقيقة قريت تصريح ليه غريب جدا بالنسبة لي. قال إن مفيش حاجة عند المسلمين اسمها أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، أما عيد أم وعيد أخ فما فيش حاجة اسمها أعياد زي دي، وإن الإسلام لم يشرع الاحتفال بعيد الأم. ولو رجعنا يا أستاذ أيمن لكتاب الله الذي لا ريب فيه، واللي ربنا سبحانه وتعالى نزل فيه كل حاجة، وقال في كتابه الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، صدق الله العظيم. الأستاذ أيمن قال إن مفيش احتفال بعيد الأم. طيب، ما هو القرآن الكريم لم يتضمن أي ذكر عن عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، وبالتالي هي سنن مؤكدة نقلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إدخال البهجة والفرحة والرحمة اللي جاءت بيها كل الأديان السماوية. والرسول أدى الرسالة، والمشرع هو الله عز وجل، والمشرع إليه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المنطق بيقول إن العيد الفطر وعيد الأضحى ما فيهمش أي مظاهر للشرك، بالعكس مناسبتين احتفل بيهم المسلمين بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام، مناسبتين أدخلوا الفرحة على كل من آمن برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. وتوارثنا هذا وتواتر ده، وبقينا كلنا بنحتفل بعيد الفطر وعيد الأضحى. لما نيجي يا أستاذ أيمن لعيد الأم اللي بتقدم في مسيرة حياتها رسالة عطاء وحب وتضحيات، بتتحمل مشقة الحمل، وتتحمل مشقة وألم الوضع، وتتحمل مشقة الرضاعة والتربية، وبتدي بلا مقابل. رحلة حياة كلها عطاء وحب وإنسانية. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حدثنا وأوصانا عن بر الوالدين. طب لما يجي يوم خصصناه بقى تكريم للأم اللي بتتعب في كل حياتها، ده مش بر بيها؟ مش إحسان؟ مش محاولة للتكريم ورد الجميل اللي عملته لكل إنسان ساهمت في حياته بأعمال خير؟ هل البر ليها في محاولة إيصال رسالة إنسانية وعرفان بالجميل اللي بتعمله في حياة أي إنسان؟ ده يعتبر شرك؟ ليه الغلو وليه التطرف ده وليه الجحود الفكري ده؟ للأسف الشديد أنا بعتب على كل إنسان عنده عقل مستقل وحر الإرادة إن يقع أسير لأفكار كلها بغض وتطرف. إيه اللي يمنع إن إحنا ندخل البهجة على الإنسان؟ فطرة جميلة، عرفان بالجميل، عرفان بالعطاء، محاولة للشكر، كلها رحمة وإنسانية. ونيجي لمنطق اقتصادي تاني. النهاردة عيد الأم ده لما بيتم الاحتفال بيه او تكريم الام، علشان الاستاذ ايمن ما يزعلش، ده مش فيه رواج اقتصادي بيحصل عند كل بياعين الورد والهدايا والحلويات والملابس؟ كل انسان بينزل يشتري لامه هدية بسيطة يحاول يعبر فيها عن احساسه الجميل وشكره ليها. ده مش رواج اقتصادي؟ وتعالوا نبص من منطق العقل، هل الاحتفال ده نتج عنه اي فعل فيه اذى او ضرر او شرك؟ الكلام ده نقوله لو في تحويل لليوم انه اصبح عبادة. ده يوم للتكريم والوفاء، مش يوم فيه شرك بالله. اتمنى ان الناس وما تخليش حد يركب دماغها ويشكلها زي ما هو عايز. هو انتوا غاويين الناس تضلل عقولكم علشان مجرد ان مربيين دقنها؟ هو ليه الناس بتنساق وتسيب ارادتها وعقلها يتم سلبه وركوب العقل بأفكار كلها غلو وتطرف؟ يا حبيبي، عقلك ده ملكك، ميزك بيه ربنا سبحانه وتعالى عن كل الكائنات والمخلوقات. استغله صح، ما تخليش حد يركب دماغك بأفكار كلها بغض وتطرف. كل سنة وكل أم مصرية طيبة بخير وسلام يبرها أولادها بالحب والعطاء، وربنا يرحم كل أم توفت ويجعل مثواها الجنة. اوعى تسيب حد يركب دماغك، العقل نعمة.